بعد ما سجل بونتو مع نابولي وخذا جائزة رجل المباراة ساي صار في البرازيل. يودي سهلة البرازيل، يودي بلاد الكورة. يجي نعطيك مقارنة بسيطة وتفهم اللي سانتوس صعيب برشا انه يكون في البرازيل في المونديال. علاش؟ في البوست متاعه الجناح الايسر في البرازيل هذم يخلقوا في لاعبين كبار يا معلم. نعطيك مقارنة، هل انه اليسون سانتوس افضل من جابرييل مارتينيلي؟ حتى لو كان جابرييل في اسوأ حالاته توا، لكن جابرييل يبقى لاعب كبير وفي الجانرز وفي ارسنال ويعمل في ارقام رهيبة جدا ما تنجمش تقارنه. نزيدك مقارنة اصعب، هل انه اليسون سانتوس افضل من رودريجو لاعب الريال؟ مستحيل. رودريجو لما يكون على الجهة اليسرى انتم تعرفوا الكواليتي ما يتقارنش. نزيدك ما اصعب ونطلع لك في المقارنة، هل انه اليسون سانتوس افضل من فينيسيوس جونيور؟ يا معلم ما تحكيليش ما فيش مقارنة. نزيد نصعب لك اكثر، هل انه اليسون سانتوس افضل من رافينيا؟ ما يلعبش معاه. شوف انت قداش من لاعب في البوست هذيك اللي فيها اليسون سانتوس. اعطيتك تقريبا 4 لاعبين فقط، من غير ما نحكي على نيمار اللي باش يرجع بنسبة كبيرة الخامس. جيني انت تقولي والله طمنتنا خويا، معناه باش يجي المنتخب التونسي. حاجة وحيدة تنجم تضمن الشيء هذا هو قناعة اللاعب. إذا اللاعب مقتنع بالمنتخب ويحب يمشي المونديال، وممكن منتخب البرازيل ما يناديلوش بنسبة كبيرة في أدائه الحالي، نحكي ربما يتطور بعد حاجة أخرى فإنه يجينا المنتخب التونسي. ما إذا هو يفكر في مشروع آخر إنه يحب البرازيل حتى ما جاش العام هذا في كأس العالم، فإنه يفكر بعد 4 سنوات ربما يفكر في بطولات أخرى، فإنه صعيب يجيك أليسون سانتوس. دوسي معقد كثيرا، وبنسبة كبيرة أليسون سانتوس مش باش نلقاه في المنتخب التونسي، لكن فما امل صغير ربما يجي.